هذا هو المجرم، هذا هو اللص اللي كيسرق اموال ديال المساكين واليتامى والفقراء والمستضعفين. هذا هو اللي كيسرق الملايير ديال الشعب في المغرب وكيعطينا القفه ديال السكر والزيت. هذا هو المجرم، هذا هو المجرم اللي مسؤول على كل الجرائم والابادات والقتل والاختطافات التي تطال الريفيين وفي جميع انحاء المغرب. هذا هو الكلب، هذا هو المجرم، هذا هو الكلب الذي هو سبب كل المشاكل في المغرب وفي الريف خاصة. هذا هو الذي سبب لنا في كل صغيرة وكبيرة. هذا هو المجرم الذي يقتل الريفيين ويقتل كل المغاربة. هذا هو المجرم، هذا هو الكلب، هذا هو رأس الأفعى الذي يقتل كل الريفيين وسرق كل أموال الشعب. سيد الله يخلص صدق. زيد الكلب الحمار. والمنطقة ديالكم غنية، بل اش غادي نقول لكم، المنطقة ديال هذيك الصحراء غنية جدا بالثروات ما كان كيستافد منها المغربي حتى سنتيم. كانت كتمشي كلها الجيوبه ديال الجنرالات وديال الهالك. المغربي سنتيم واحد ما خداش بل المغربي اللي في وسط المغرب وموظفين في القطاع الحكومي ويعلمون ذلك. تم اقتطاع من السالاري ديالهم، اقتطعوا لهم هادو دابا اللي كاع موظفين، اقتطعوا لهم كيقول له غندعموا الصحراء باش الصحراء، حنا الصحراء راه الصحراء، راه الصحراء، راه خصنا للصحراء، نديو للصحراء، نعطيو للصحراء كذا، باش كيحاولوا يشريو الدمام ديال هذاك ما تبقى تما بواحد الكريطينه الزيت وكريطينه ديال واحد خنشه دقيق، ويقولوا له هاك واحد الكرطيه فيها واحد سميتو تبقى تمشي تاخذ انت رخيص الزيت والماء وداك الافلام ديال الكارو والطحين وداك. بينما هما كيعطيهم قالب والزيت وداك الشيء يدوخ عليهم، وهو كيدي صحيح فوسفات، الصيد البحري، موارد طبيعيه هائله، مقالع الرمال، وزيد داكشي البليون اوف دولار هادوك كيديهم ما كتشوفهمش انت، هادوك كيمشيو هادوك. اذا عين العقل شنو كتقول لهاد الناس اللي في هاد الاقاليم الصحراويه؟ هي توقف وتقول بعدا على الاقل عندنا هاد الخوت حدانا بعدا وعندهم السلاح وكيدافعوا علينا وبغاو ياخذوا لنا الاستقلال، وانتم اقليه ديال الناس ما كاملينش حتى مليون بهذوك الاقاليم كلهم، ولا كاع تكونوا مليون ولا 2 المليون بما فيهم داك المخيمات، وتطالبوا بالاستقلال ديالكم وتوليو بحال قطر. توليو بحال قطر، تطالبوا بالاستقلال عندهم الذهب وتوليو بحال قطر. آلة الدكتاتور تيقول للمغاربه راه حنا في دوله عدوه، يعني الجزائر دوله عدوه ديالنا. انا بغيت نفهم، الا كانت الجزائر دوله عدوه ديالنا علاش مخدمه هذوك المغاربه؟ عشرات الاف المغاربه خدامين في الجزائر. هادشي ما تيبغيش يهضر عليه النظام وما تيبغيش يبين ان الجزائر راه احسن من المغرب. هادشي علاش تيقول لك لا المغرب احسن من الجزائر. الا كان المغرب احسن من الجزائر علاش كاينين عشرات الالاف المغاربه خدامين في الجزائر وكاينين يلاه بعض العشرات ديال الجزائريين اللي عايشين في المغرب؟ راه الجزائريين اللي عايشين في المغرب قلال. اخوان رانا في السعيديه تم منع وقفه احتجاجيه. اخوان جاوا قرب الحدود المغربيه الجزائر ويمشيو للجزائر. واش بغيتو تدخلوا للجزائر؟ هذيك الروايه تاع الجزائر صورهم خويا تاع الجزائر. Onthaal van de rock. Hij ziet er ook uit een beetje als een rockster. Ik vraag me af wat er nou de beginletter was voordat of daar Puk stond. Het onthaal van de rock. Hij ziet er ook uit een beetje als een rockster. Ik vraag me af wat er nou de beginletter was voordat of daar Puk stond of zo. Maar is het ook niet heel amateuristisch? Want toen ik dit zag, dacht ik, je bent de koning. Je gaat gewoon een weekendje Amsterdam doen. Je gaat in een grachtenpand, want dat is die Waldorf Astoria. Geen achteruitgang? Geen achteruitgang. Is het niet een beetje simpel gedacht om te denken... Er is een achteruitgang bij Waldorf Astoria. Ja, maar is dit dan niet een beetje simpel
simpel om te denken, ik kan dit gewoon doen midden in Amsterdam? Of wil hij dit? De Keukenhof gegaan. Hij is wel heel populair, zo te zien. Dat heel populair. Ik schrok wel een beetje van zijn uiterlijk. Want als je hem in Marokko ziet, is het een heer. Ik heb hem zelf eens ontmoet toen hij nog kroonprins was in Kaapstad. Tijdens een nacht stappen in een bar waar ik de naam van ben vergeten. Ja. Was dat zo'n bar met de koning?